Audio Jungle. Audio Jungle. رسميا مانشستر يونايتد يعلن عن تعاقده مع بريان مبويمو. صرح بوجبة لاعب نادي موناكو عن انتقال راشفورد إلى برشلونة. مانشستر يونايتد خسر لاعبا رائعا، هذا أمر سيء لهم وقرار جنوني، أما بالنسبة لبرشلونة فهو أمر رائع وأنا سعيد من أجل ماركوس. حسب صحيفة آس، الهدف الحالي لريال مدريد هو التعاقد مع لاعب يعوض توني كروس. الاسم المطروح بقوة هو رودري نجم مانشستر سيتي. رودري صفقة ممكنة جدا من الناحية الواقعية، إذ ينتهي عقده في عام 2027، وفي حال لم يجدده سيكون مانشستر سيتي مضطرا لبيعه بدل خسارته مجانا. حسب صحيفة SBN، ريال مدريد وفرق من أوروبا وأمريكا الجنوبية يطالبون بإقامة كأس العالم للأندية كل عامين بهدف مضاعفة عوائدهم المالية. حسب عدة تقارير صحفية سعودية، تواصل النصر مع فابيان رويز ليكون بديلا لأوتافيو وينتظر موافقته قبل تقديم عرض رسمي لباريس سان جيرمان. عاجل ورسميا، الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن قبوله اعتذار الهلال عن المشاركة في كأس السوبر السعودي. رسميا، القادسية يعلن تعاقده مع المهاجم الإيطالي ماتيو ريتيجي. أجاب أوربان مدرب بولندا عن عودة تشيزني إلى المنتخب قائلا: الحياة تأتينا بسيناريوهات مختلفة، لذا علينا أن نكون مستعدين لكل شيء. حسب فابريزيو رومانو، فيكتور جيوكيريس ينتقل إلى أرسنال. تم التوصل إلى اتفاق شفهي بين جميع الأطراف، وسبورتينغ وافق على العرض الأخير من أرسنال بقيمة 63 مليون و500 ألف يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين كحوافز. كما وافق الوكيل على تقليص عمولته. حسب صحيفة ماركا، كيليان موبابي هو الأقرب للحصول على القميص رقم 10 في ريال مدريد. وفقا لصحيفة ماركا، تشابي ألونسو يبلغ براهيم دياز لن تكون ضمن التشكيلة الأساسية هذا الموسم مع ريال مدريد. حسب صحيفة لاكادينا سير، ريال مدريد ينتظر رودري بفارغ الصبر وسيبحث عن ثغرة للتعاقد معه. أما في إيطاليا فبحسب عدة تقارير صحفية، أتلانتا جعل فيديريكو كيزا من أولوياته هذا الصيف. ليفربول مستعد للتخلي عن اللاعب الإيطالي مقابل 15 مليون يورو. رسميا، الأهلي يشارك في كأس السوبر السعودي بدلا من الهلال بعد اعتذار الأخير عن المشاركة. عاجل ورسميا، كومو سيكون خصم برشلونة في مباراة كأس خوان جامبر، والتي ستقام على ملعب يوهان كرويف بتاريخ 10 من أغسطس. حسب صحيفة آس، ورغم مستواه المميز في مونديال الأندية، قد نرى جونزالو غارسيا معارا إلى ختافي هذا الصيف. ختافي أتم اتفاقه مع ريال مدريد، وكل شيء جاهز في انتظار موافقة ألونسو. المدرب الإسباني سيتخذ قراره خلال الموسم التحضيري وفي اللحظات الأخيرة. رسميا، برشلونة يعلن تعاقده مع ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء. خبر عاجل، برشلونة يعلن اضطراره إلى إلغاء مشاركته في المباراة المقررة يوم الأحد المقبل في اليابان بسبب خرق خطير للعقد من قبل الجهة المنظمة. صرح راشفورد لاعب نادي برشلونة: قراري لم يكن صعبا، أشعر أن برشلونة ناد عائلي وهذا شيء اعتدت عليه في الماضي، إنه يشعرني وكأنني في منزلي، لذا أشعر أنني اتخذت القرار الصحيح. رسميا، ليفربول يعلن عن تعاقده مع هوغو إيكيتيكي من فرانكفورت الألماني. حسب صحيفة آس، إذا قرر ريال مدريد التقدم بعرض للتعاقد مع رودري هذا الصيف فعليه أن يستعد لدفع أكثر من 100 مليون يورو. في المقابل، قد تكون الصفقة أسهل بكثير في صيف العام المقبل، حيث من المتوقع أن تنخفض قيمته إلى ما بين 60 و80 مليون يورو. حسب صحيفة ماركا، ويليام ساليبا مستعد لبذل جهد وتقديم تضحيات مالية من أجل الانضمام إلى ريال مدريد. حسب عدة تقارير صحفية إيطالية، يوفنتوس مهتم بالتعاقد مع داروين نونيز. ليفربول يريد 60 مليون يورو، وقد تحاول إدارة يوفنتوس التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء. حسب عدة تقارير صحفية ألمانية، في حال فشل بايرن ميونخ في ضم لويس دياز من ليفربول سيتجه للتعاقد مع تروسارد من أرسنال. رسميا، السد القطري يعلن تعاقده مع